هنيجي للنقطة الأهم دلوقتي واللي كتير منكم أو بنسبة 95% بيقع فيها، وهو تحميل البرامج مجهولة المصدر. اول برنامج بتفكر فيه هو الواتساب الجولد او واتساب ابو عرب او واتساب بلس. عايز اقول لك ان البرنامج ده حرفيا اخطر برنامج ممكن تنزله على الموبايل بتاعك. من اكتر الاسئله اللي بتجيلي ازاي اقدر اعرف الموبايل بتاعي مخترق ولا لا، وازاي في حد بيقدر يوصل لرسائل الواتساب بتاعتي او الصور بتاعتك او ايا كان اللي بيحصل معاك. خليني اقول لك ان انا النهارده هخليك تراجع الموبايل بتاعك وتتاكد تماما ان مفيش اي مشكله عليه. وخلي بالك حتى لو الموبايل بتاعك ايفون انت مش بعيد، صح الموبايل بيكون عليه نسبه امان عاليه ولكن الابلكيشن بتاعتك في خطر. يعني برضه بكل سهوله ممكن حد ياخد الواتساب بتاعك، الفيسبوك بتاعك، الانستجرام بتاعك، كل ده ممكن يحصل معاك حتى لو الموبايل بتاعك ايفون. فخليك معايا للاخر عشان تتاكد ان الموبايل بتاعك ما فيهوش اي مشكله. ولكن قبل ما نبدا دلوقتي في شرح الخطوات عشان نراجع الموبايلات بتاعتنا ونتاكد ان كل واحد فينا الموبايل بتاعه سليم، خليني اقول لك ازاي ده بيحصل معاك. لان الصح ان احنا اصلا نعرف سبب المشكله ونبعد عنه، مش نستنى ان المشكله تقع وبعد كده نبدا نقول نحلها ازاي. واول حاجه هنتكلم عنها واللي هي ممكن تتسبب في اختراق للموبايل بتاعك وهو موضوع اللينكات. ان حد يبعت لك لينك مثلا على الفيسبوك على الواتساب وانت تفتح اللينك من غير ما تعرف مصدره ايه، ومن خلاله هنا فعلا ممكن يتعمل هاك على الموبايل بتاعك. هنيجي للنقطه الاهم دلوقتي واللي كتير منكم او بنسبه 95% بيقع فيها، وهو تحميل البرامج مجهوله المصدر. بمعنى انت معاك موبايل دلوقتي، اول حاجه لو انت بتستخدم اندرويد اول برنامج بتفكر فيه هو الواتساب الجولد او واتساب ابو عرب او واتساب بلس ايا يكن. عايز اقول لك ان البرنامج ده حرفيا اخطر برنامج ممكن تنزله على الموبايل بتاعك، لانك بمجرد اصلا ما بتنزل برنامج مجهول المصدر مش من على المتجر بتاعك، خليني اقول لك انت معرض بنسبه كبيره جدا ان يتعمل عليك اختراق. هقول لك ليه. جرب كده تدخل على جوجل وتيجي تحمل مثلا واتساب جولد، هتلاقي اكتر من 100 رابط ظهر قدامك. طب انهي رابط فيهم اللي ممكن يكون سليم وانهي رابط اللي فيه مشكله؟ خليني اقول لك ان ممكن اي حد يعمل نسخه معدله ويرفعها على جوجل ومن خلال الرابط انت تدخل تحمل البرنامج. وللاسف هنا بمجرد ما بتنزل البرنامج عندك على الموبايل انت مش محتاج تشغل الواتساب ولا محتاج تديله صلاحيات للكاميرا والمايك، هو اوريدي هياخد كل الصلاحيات، يقدر يفتح عليك المايك، يقدر يفتح الكاميرا، يقدر يعمل اللي هو عايزه حرفيا في الموبايل. فلو انت شخص بتستخدم الواتساب الجولد او ابو عرب، نصيحه مني احذف البرنامج ده نهائي وخلي دايما البرامج بتاعتك تكون من المتجر الخاص بيك، وده هيكون امن ليك بنسبه 100%. طبعا الكلام ده مش بينطبق على الواتساب بس، اي برنامج ممكن تنزله مجهول المصدر انت معرض بنسبه كبيره ان الموبايل بتاعك يتعمل عليه هاك. طبعا في اسباب تانية كتير ممكن تقع فيها ولكن انا قلت لك الاشهر فيهم عشان تبعد عنهم خالص. ثالث حاجه وهي ان محدش يعرف ولا الاي كلاود بتاعك ولا الجيميل بتاعك مهما كان، ولا تروح لاي حد تقول له اعمل لي الاي كلاود بتاعي ولا الجيميل بتاعي، لانه من خلال الجيميل او الاي كلاود هيقدر يوصل برده لتليفونك بكل سهوله. خلي بالك من النقطه دي. وبرده حاجه تانية، لو اي حد فيكم داخل على اي موقع طلب منه تسجيل الدخول ببياناته يفضل انك ما تدخلش خالص، ولكن لو انت واثق في الموقع مفيش مشكله، بس الافضل ان انت ما تدخلش. تمام، دي كانت بعض الاسباب المشهوره جدا اللي كتير منكم بيقع فيها. طبعا في اسباب تانية ولكن دي الاكثرهم شيوعا اللي انتوا بتقعوا فيها، عشان كده حبيت ان انا اوضحها في البدايه. تعالوا بقى دلوقتي للنقطه الاهم، وان كل واحد فيكم يركز معايا وهنمسك الموبايل وهنمشي مع بعض كده في بعض الخطوات اللي هنعملها عشان نتاكد ان الموبايل بتاعنا سليم ومفيش اي مشكله عليه. يلا بينا. طيب يا شباب، اول حاجه دلوقتي هندخل نراجعها مع بعض وهو الواتساب، وهنشوف في حد رابط الواتساب عنده ولا لا. كل اللي مطلوب منك هتبدا تدخل على الواتساب بالمنظر ده زي ما انت شايف، هيبدا يجي لك السيتنج بالمنظر ده. هتبدا تدخل عند كلمه الاجهزه المرتبطه زي ما انت شايف بالمنظر ده. لو جالك الشكل ده قدامك وكاتب لك ربط جهاز يبقى انت مفيش اي حد بيتجسس على الواتساب بتاعك، ولكن لو جالك كلمه ربط جهاز دي تحتيها اي موبايل، يعني ظاهر لك موديل معين كده، في حد رابط الواتساب بتاعك عنده من خلاله بيقدر يوصل لكل الرسائل والمعلومات بتاعتك. هتدخل عليه وتعمل له تسجيل خروج والموضوع بسيط جدا وسهل. تمام، ده كده بالنسبه للواتساب. تعالوا بقى ندخل مع بعض على الفيسبوك وراجع برضو بعض الخطوات. هتبدا تدخل على الفيسبوك بالمنظر ده، وبالتالي هتبدا تجيب الضبط زي ما انت شايف وتبدا تنزل كده واحده واحده لحد ما يجي لك كلمه الاعدادات والخصوصيه. هتبدا تدخل عليها وتنزل كده زي ما انت شايف على كلمه الاعدادات بالمنظر ده وهتدوس له اوكي. بمجرد ما بتجيلك هتبدا تدخل فوق كده على كلمه السر والامان زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا سواء بقى موبايلك اندرويد او ايفون الخطوات واحده. هتبدا تدوس له اوكي زي ما انت شايف كلمه السر والامان، هتبدا تدخل عليها. هتبدا تجي لك كلمه الاماكن التي سجلت الدخول منها، ودي هتجيب لك كل الاجهزه اللي الفيسبوك بتاعك مفتوح عليها. هتبدا تدوس له اوكي بالمنظر ده. طبعا انا هنا ظاهر عندي الانستجرام والفيسبوك لان انا رابطهم ببعض. هتدوس على الفيسبوك اوكي زي ما انت شايف كل دي الاجهزه اللي الفيسبوك بتاعي مفتوح عليها. طبعا انت بتبص على الاجهزه دي، لو لقيت فيهم اي جهاز انت ما تعرفوش او انت اصلا ما فتحتش الفيسبوك منه، فورا كل اللي مطلوب منك وليكن مثلا الاوبو A93 اول واحد، هتقوم ضاغط عليه بالمنظر ده. هيجي لك كلمه تسجيل الخروج وتدوس له اوكي تسجيل الخروج.
وكده لو الفيس بتاعي مفتوح على الموبايل ده بنفس الخطوات دي انا قفلت الفيس على نفس الموبايل، يعني خلاص كده الفيس بتاعي مش هيبقى مفتوح عليه. تمام، تعالوا نطلع مع بعض كده بقى ونروح للانستجرام. لو انت بقى رابط الانستجرام بالفيسبوك، بدل ما تدخل على الانستجرام وتمشي كل الخطوات، هنا هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. هتلاقيها ظاهره تحت الفيسبوك او تضغط عليها ضغطه واحده بالمنظر ده، وبالتالي برضه هيجيب لك كل الاجهزه اللي انت فاتح الانستجرام بتاعك عليها. لقيت اي موبايل انت ما تعرفوش، كل اللي مطلوب منك تدخل على الموبايل مثلا الاوبو اي 93 برضه وتعمل تسجيل الخروج بالمنظر ده وتدوس له اوكي. يبقى انت برضو كده قفلت الانستجرام بتاعك من على اي موبايل انت شاكك فيه او ما تعرفوش. وبكده احنا عملنا الواتساب والفيسبوك والانستجرام، وطبعا الماسنجر بنفس الخطوات هتقدر تعملها برضو وتخرج اي جهاز موجود. تمام، تعالوا بقى للنقطه الاهم، ودي ركزوا معايا قوي فيها عشان دي اهم نقطه في كل اللي احنا قلناه، عشان من خلالها تقدر تعرف فعلا في حد عامل هاك على الموبايل بتاعك ولا لا. بص كده ركز معايا، هتبدا تدخل على جوجل او جوجل كروم حسب ما انت مسجل، وهيجي لك من فوق كده اسم الجيميل بتاعك او صورتك لو انت حاططها، هتبدا تضغط عليها بالمنظر ده وتبدا تدخل على كلمه اداره حسابك على جوجل بالمنظر ده. وبمجرد ما الصفحه دي بتفتح معاك بتبدا تسحب كده لحد ما تيجي عند كلمه الامان وتضغط عليها ضغطه واحده بالمنظر ده. هتبدا تفتح الصفحه دي معاك، هتبدا تنزل بالمنظر ده لحد ما يجي لك كلمه اداره جميع الاجهزه، وركز قوي في النقطه دي. هتبدا تضغط عليها ضغطه واحده بالمنظر ده، وهنا بيجيب لك كل الاجهزه اللي الجيميل بتاعك مفتوح عليها، او لو كنت فاتح اصلا عليها اي موبايل هيظهر قدامك سواء انت كنت بتستخدمه او ما تعرفوش، فورا برضو تدخل عليه وتعمل له تسجيل خروج. يعني انت مثلا لو دخلنا كده على كلمه ايفون بالمنظر ده هنلاقي برضو كلمة تسجيل الخروج زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وبكل صورة هتقدر تخرج الموبايل ده من على الجيميل خالص. هنيجي بقى للناس اللي معاها ايفون وبتقول لا انا صعب ان حد يعمل عليا اختراق والموبايل بتاعي امان والكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده. خليني اقول لك هو مش هيعمل عليك هاك بالمعنى الحرفي، ولكن خلينا متفقين على مبدأ واحد، وهو الشخص اللي ممكن يكون عايز يعمل عليك هاك او يأذيك شخص عارفك مش شخص غريب، لان الغريب عمره ما هيضرك، ولكن الشخص اللي عارفك هو ده اللي عايز يضرك. وبما ان هو عارفك فسهل جدا ان هو يكون بيمسك الموبايل بتاعك. سهل يمسك موبايلك يقول لك عايز اتصور بيه، سهل يمسك موبايلك يقول لك عايز اعمل مكالمه، وبمجرد ما يمسك الموبايل سهل يوصل لاي ابلكيشن عندك، زي انه يربط الواتساب بتاعك على الموبايل بتاعه، زي انه يربط الفيسبوك بتاعك عنده. وطبعا ممكن تكون بتستخدم اي شريحه اتصالات ورقمك اكيد عنده، فينزل الابلكيشن بتاع الشركه وبالتالي يطلب يحط رقمك انت وياخد الكود، هيجي على الموبايل بتاعك ويبدا يكتفه على الموبايل بتاعه بكل سهوله. هيقدر يعرف انت بتكلم مين وما بتكلمش مين. انا بحاول اقول الكلام بطريقه مش واضحه قوي عشان لو ما فيش حد يعرف الخطوات ديت ما يعملهاش ويبدا يضر بيها حد، ولكن انا بوصل لك ان هو سهل برضو ياخد الواتساب بتاعك، ياخد الفيسبوك بتاعك، ياخد كل بياناتك. فخلي بالك مفيش حد بعيد ان يتعامل معاه كده. وبكده اكون عرفتك ازاي تقدر تتاكد ان الموبايل بتاعك معمول عليه اختراق ولا لا. ولو في اي خطوه من اللي انا قلتها دلوقتي وقفت معاك، لينك الانستجرام بتاعي موجود في وصف الفيديو، وهبدا اتابع معاك خطوه بخطوه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب اكون قدمت لك معلومه مفيده. استنوا مني حاجات الفتره اللي جايه هتكون قويه جدا جدا جدا. كان معاكم محمد المكتري من قناتي على اليوتيوب. مع السلامه.